السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفلوج التاني على القناة. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي ان اكتر الناس بتبدأ الحاجة اللي هي عاوزة بتبدأها بطريقة غلط. بتبدأها وهي عندها حماس، اما تيجي تخطط للحاجة اللي هي عاوزة تشتغل عليها دي او عاوزة تذاكرها او اي حاجة، بتلاقي وهي عندها حماس بتلاقي بتتجل على نفسها في الحاجة اللي هي عاوزة تبدأ فيها. يعني هو لو عايز يذاكر مادة ولا عاوز يذاكر كورس، بدل ما كان هيحدد ان يذاكر في اليوم بتاع نص ساعة من المادة دي او من الكورس ده، بيروح كاتب ساعتين وثلاثة في الكورس او الكورس اللي عاوز يذاكره في اليوم ده. فدي بداية غلط. البداية دي بيبقى سببها الحماس اللي عند الشخص، يعني بتلاقيه عاوز يبدأ الحاجة بيكتر فيها وخلاص. لكن بعد ما يجي الحماس ده، بتلاقيه ذات نفسه مش عارف يذاكر ربع ساعة في الكورس اللي هو عاوز يذاكره. فبتلاقي الحماس بيجل واحدة ورا مرة ورا مرة. فانت لازم تركز وتشوف الوقت المناسب فيك، او الوقت المناسب اللي انت هتذاكر فيه الكورس ده. وانت بتخطط للكورس، حاول تخطط له بطريقة هادية، وتكون انت في وضعك الحالي الطبيعي، ما يكونش عندك حماس. ركز على قد ما تقدر وانت بتخطط لكورس او لمادة او اي حاجة في حياتك. لازم تكون في الحالة الطبيعية بتاعتك، ما يكونش عندك حماس، عشان ما تجيش تخطط في الحاجة دي وتكتر على نفسك فيها، وتيجي بعد كده تلوم الوقت وتلوم يومك وتلوم حياتك وتلوم الحاجة أو الجدول اللي انت عملته، ولكن انت في الحقيقة خططت بطريقة غلط. وبعض الناس فاكرة ان البداية بيبدأوها غلط، بيبدأوها بحماس، ولكن البداية ما بتبقاش بين الحماس، بتبقى من قرار. لازم تاخد قرار وتبدأ في الوقت اللي انت فيه. يعني انت بتفكر هتذاكر كورس، ما تقولش هذاكره في اول السنة او هذاكره في اول الشهر الجاي او هذاكره يوم السبت زي معظم الناس ما بتتكلم في الحاجة دي. وانا عامة كنت بعمل كده الاول، وكنت بقول ان شاء الله هبدأ بكرة، طب هبدأ يوم السبت. لكن الحمد لله في الفترة الحالية اما اجي افكر هعمل حاجة، بحاول اخطط لها بشكل كويس، واشوف هتاخد معاه وقت قد ايه، واحاول انفذها في الوقت الحالي. مش هستنى اما يوم السبت يجي. وحاول على قد ما تقدر وانت بتخطط ما تفضلش تكتر على نفسك، عشان كل اللي انت بتعمله ده كلته بيبقى وهم. بيبقى وهم الحماس، ان انت دلوقتي متحمس عمال تحط حاجات انك هتذاكر ساعتين ولا حاجة في كورس معين، وهتذاكر 3 شيتات في اليوم ده وبتاع. ولكن الحوار ده بيبقى حماس بيقل مع القرار، بيبقى انت عندك حماس بيقل مع الوقت، بتلاقي نفسك بعد كده مش عارف تذاكر. ولكن الأهم انك تاخد القرار الصح في الوقت الصح، ولكن القرار الصح اللي انت بتاخده هو اللي بيفضل معاك على طول. يلا بينا على أول جلسة مذاكرة في الفيديو ده. المسألة كلها في إيد ربنا سبحانه وتعالى. يعني من الذي مين بيفهمك؟ الله سبحانه وتعالى. المسألة تغلق على غيرك وتفتح لك. ده بتاع مين ده؟ ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ وأنا في الجامعة كنت متفوق طبعا، ما بحضرش حاجات كتير عشان متفوق، يعني مش محتاج أحضر. لا، عشان كنت طبعا يعني كنت في رياضة واخدة وقت كبير من حياتي وكده، فيعني كان بيفوتني ممكن حاجات في الجامعة. فكان لي واحد صاحبي، فكان يقول لي بس الموضوع ما توترش نفسك. انا ما كنتش متوتر، يعني هو كان هو يعني بيتوتر لي. يقول لي ما توترش نفسك، وهو بيحبني يعني، وتعالى هذاكر لك وكله هيبقى زي الفل. فاروح اقعد معاه، يفتح الكتاب، يبص مش هو نفسه بقى اللي حاضر المفروض ده ده اللي هيذاكر لي. فابتدى انا اهديه، ما توترش نفسك، بس تعالى هنذاكر سوا وبعدين اقرا الكتاب، ربنا يفتح على الواحد كده افهم. ما اعرفش بفهم صح ولا لا، يعني انا المهم بقى بفهم حاجه واقولها له خلاص فيهدى هو. فبقى بقى كل ما اشوف مش عاوز تيجي اذاكر لك عشان تفهمني. الجلسة اللي فاتت دي كنت بقرأ في كتاب لا تهتم بصغائر الأمور، كل الأمور صغيرة. كنت بقرأ في جزء اللي هو تعلم كيف تعيش في الوقت الحاضر. كان بيتكلم إنك لو فضلت شاغل حياتك أو شاغل دماغك في اليوم اللي أنت فيه بالماضي، هتفضل عايش تعيس، وهتفضل عايش يعني زهقان من نفسك. ليه أنت ما عملتش الحياة اللي في اليوم الماضي، والحياة اللي أنت ما قدرتش تعملها في الأيام الماضية. وبيقول لك انت لو فضلت تشغل دماغك بالمستقبل هتفضل عايش متوتر. يعني لو فضلت تشغل دماغك بالمستقبل، لا ده انا لازم اعمل ولازم اعمل ولازم اعمل ده في المستقبل، بيقول لك هتفضل عايش متوتر بطريقة لا تبالي منها جدا. بيقول لك تبقى الحياة بتاعتك يومك كله تبقى فيه توتر بطريقة يعني لا تحصى، هتبقى متوتر بشكل غريب. ولكن بيقول لك حاول على قد ما تقدر انك تعيش في الحاضر، خليك دايما مركز في الحاجة اللي انت بتعملها عشان تطلع بيها بأفضل إنتاجية ممكنة. انت لو ركزت في الحاضر هتلاقي نفسك بتنتج أكتر
ممن كنت متصور في المستقبل. يعني لو فضلت مركز في الحاجة اللي انت حابب تعملها وفضلت مركز فيها دلوقتي، هتفضل تذاكرها بأفضل طريقة، لغاية ما توصل لبكرة وبعده هتلاقي نفسك انتجت حاجات كتيرة احسن ما كنت هتركز انك هتعمل ايه في المستقبل. فانت ركز في الحاجة اللي انت عاوز تعملها وخلاص. بيقول لك الافضل انك تركز في الوقت الحاضر عشان تلاقي ان جهودك يعني هتلاقي الثمار بتاعتها في المستقبل بافضل جهد ممكن. ولكن لو فضلت مركز للمستقبل فانت مش هتلاقي الثمار هناك، لان انت مركزتش في الحاضر. فانت اكيد يعني مش هتلاقي حاجة ايه مستنياك في المستقبل. فانت لو ركزت في الحاضر، ركزت فيه كويس، هتلاقي جهودك هناك بتستثمرها. نرجع بقى للنقطة اللي احنا عاوزين نتكلم فيها النهاردة. هو بقى ايه الفرق ما بين الحماس والقرار؟ الحماس هو يعتبر شيء مؤقت، زي انك تسمع فيديو تحفيزي بيتكلم عن الجيم وبتاع، فانت دلوقتي بيبقى عندك حماس انك تروح تكسر الجيم. لا هشيل 800 كيلو بنج، لا هشيل 70 كيلو ظهر، هكسر الدنيا. وده في الحقيقي ما بيحصلش، ده بيبقى حماس مؤقت. واللي انت بتسمع فيديو انك ازاي تذاكر وانت داخل عليك امتحانات وبتاع، بتبقى هنا عليك تخلص 30,000 مادة في الساعة اللي انت هتذاكرها، وده حماس يعتبر مؤقت. اما القرار هو يعتبر شيء بيفضل ملازمك طول حياتك. اللي هو انا عندي قرار ان هنفذ الحاجة دي، بتقعد تظبط مع نفسك وتخطط الدنيا وتلاقي نفسك عمال تسيستمها وتظبطها بشكل مبسط، وتلاقي نفسك عاوز تذاكر الحاجة دي وبتذاكرها بشكل مبسط وتسهل على نفسك الموضوع. والقرار هو شيء انك تلتزم بحاجة وانت مش طايق نفسك. يعني انا دلوقتي انا حاطط عندي قرار اني اخري 3 شهور هكون خلصت كورس معين، فانا بحط ده قرار بالنسبة لي لازم أنا اخلصه. بتيجي في يوم انت مش طايق نفسك فيه، ولكن القرار ده هو اللي هيخليك انك تشتغل على نفسك في الكورس ده، فانت بتلاقي نفسك بتفتح وتسمع الكورس اللي انت عاوز تذاكره. انا بالنسبة لي حوار ان احفظ القرآن دي بتبقى صعب عليا شوية، فانا عندي قرار ان كل شهر ولا حاجه اخلص جزء او اخلص 15 صفحه، فانا لازما كل يوم احفظ صفحه. فانا غصب عني لازما احفظ صفحه في الجزء اللي انا عاوز احفظه او الحاجه اللي انا عاوز احفظها. فانا هنا حطيت لي نفسي قرار ان اخلص 15 صفحه في الشهر، فلازما احفظ واسمع كل يوم نص صفحه او صفحه. فده قرار لازما تحطه في حياتك. القرار انك تلتزم بالحاجه اللي انت حطيتها لنفسك وانت في الظروف الغير مثاليه. اما الحماس هو بيجي لك يعتبر عن شيء مؤقت في وقت صغير جدا. دي مش بتاعت حد ان واحد يعني ربنا سبحانه وتعالى يغلق على واحد يفتح على واحد. عشان كده كان ابن تيميه كان يعمل ايه لما تقف قدامه مساله؟ اول حاجه يمرغ وشه في التراب. ما دي ما تعديش علينا كده. ليه يمرغ وشه في التراب؟ معناها ايه؟ الذل بين يدي الله عز وجل والانكسار له سبحانه وتعالى. وهو ده المقام الذي تستجاب فيه الدعوات، مش مقام الاستغناء. وبعدين يقول لي يا مفهمه سليمان فهمني، ويا معلمه داود علمني، يشير الى قوله تعالى ففهمناها سليمان، والى قوله تعالى وعلمناه صنعه لبوس لكم. فيفتح عليه في هذه المساله التي كانت مستعصيه. فكل ده في ايد ربنا سبحانه وتعالى، فانت هتقرب له مش هيضيعك. طيب خلونا ندخل في النوايا علشان وهنرجع نتكلم في هذا الكلام مره اخرى. النوايا يا شباب اللي بيها الاول يعني بصوا يا جماعه، عشان بس الكلام اللي جاي كله ملوش اي لازمه لو انت مش شايف الخطر اللي انت فيه. ان بقول لك 16 سنه من عمرك او اكتر انت مضيعهم بلا ثواب مش ولا عقاب، يعني بلا ثواب يعني كده. ده احنا بنهزر، يعني ما ينفعش كلمه زي دي ما توقفكش. وده احنا بنقول ده اقل شيء، ده اقل شيء. انت لسه هتخرج لسوق عمل وهتشوف متطلب. احنا مش بنتكلم على الجزء العملي، على الجزء النظري. هتشوف متطلبات العمل ايه، فتروح تاخد كورساتك وشهاداتك ليه اغلب البدايات بتفشل؟ جاوب عليا بصدق. ومش علشان كده كمان، عشان الناس بتبدأ تحط او تخطط ليومها او تخطط لحياتها، بتحط حاجات كبيرة زيادة عن اللزوم في الحاجة اللي هي عاوزة تنفذها، وعاوز يغير حياته بالكامل في يوم واحد، وبيحاول يربط الالتزام بمزاجه. يعني بيحاول يخلي الالتزام او الحاجة اللي عاوز يعملها تكون اما يكون مزاجه رايق او يكون مبسوط او يكون عنده حماس زي ما احنا ما قلنا في الاول، بيحاول يربط الالتزام بالحاجة دي. المشكلة مش انك تجهع، المشكلة انك تقوم من الحاجة اللي انت وجعت فيها دي. ما تستناش انك يجيلك حماس عشان تقوم او عشان تعمل الحاجة دي، لا، انك تقوم من الحاجة دي وتقوم تنفذ اللي انت كنت عاوز تعمله. وبكده احنا اتعرفنا ازاي اغلب البدايات بتفشل. ازاي بقى تبدأ صح؟ تبدأ صح انك تحط اهداف صغيرة تكون قابلة للقياس او تكون يعني سهلة انك تعملها.
وتكون دايما الحاجة اللي انت هتعملها دي تكون قابلة للقياس، وتكون دايما الحاجة اللي انت عاوز تعملها دي تكون سهلة للتكرار وتكون واضحة جدا. يعني تكون الحاجة اللي انت عاوز تعملها دي تكون واضحة، انك تكون انا عاوز اذاكر جزء معين وتقول عاوز اذاكره في وقت معين، ولكن يكون برضو سهل التكرار. يعني انت ممكن تذاكر الحاجة دي كل يوم وانت ما تزهقش منها. مثال بقى انك ازاي تبدأ صح، زي انك تقول انا هذاكر او هحفظ او هقرا من كتاب العادات السبعة ولا حاجة مثلا، هقرا صفحة كل يوم. فانك تركز في الحاجة دي، انك حددت دلوقتي انك هتقرا من كتاب ايه اللي هو كتاب العادات السبع، وهتقرا كام صفحة اللي هي صفحة دي حاجة واضحة انك هتقرا صفحة كل يوم، وانك هتقراها كل يوم، ودي حاجة قابلة للتكرار. يعني انت ممكن تكررها كل يوم من غير ما تزهق، لان دي صفحة واحدة بس. القرار الحقيقي دايما بيتاخد في الوقت الوحش، والقرار الحقيقي دايما مش لازما وانت متحمس، لا دايما بيبقى القرار الحقيقي اللي بيجي لك وانت زهقان وانت غير قادر على الحاجة اللي انت عاوز تعملها دي. ودايما امتى تعرف ان القرار ده صح؟ انك بتفضل تعمل حاجات كتير وما بتلاقيش من وراها نتيجة كبيرة، انك بتلاقي نفسك كل يوم بتذاكر مواد كتير وبتلاقي من وراها نتيجة صغيرة، ولكن ده القرار الصح. لازم تلتزم على الحاجة اللي انت شغال عليها. ودايما لو قررت وانت تعبان هتلاقي نفسك بتذاكر بعد كده وانت فايق ومن غير ما تحس ان الحاجة دي زهجاك او صعب عليك. دايما في اول الامور ما تستناش الثقة الزايدة او الثقة الكويسة في الحاجة اللي انت بتعملها. الثقة دايما بتيجي بعد الفعل. انك لما تيجي تذاكر حاجة وعاوز تشرحها بعد كده لحد، ما تستناش الثقة من اول مرة. انت دلوقتي بتذاكر مادة او بتحضر ماجستير او دكتوراه لشيء معين، هتلاقي نفسك في اول حاجة دي انت دلوقتي مش واثق في نفسك بنسبة 100%، ودايما هتغلط في اول مقابلاتك الشخصية. عندك انترفيو او اي حاجة هتلاقي نفسك ما عندكش ثقة بنسبة 100%، هتلاقي نفسك عندك نسبة ثقة بس مش عالية قوي. فانت لازم تحط ده في اعتبارك، ان اول مقابله او اي حاجه لازم تخش في الحاجه وخلاص. يعني تدي نفسك دافعيه انك تخش في الحاجه وتعمل انترفيو وتعمل مقابلات شخصيه من غير ما يكون عندك ثقه بالنفس عاليه. فهتلاقي نفسك في اول المقابلات الشخصيه او الانترفيو بتلاقي بتجلجل في حاجه كده، او مش عارف ازاي تتعامل مع الشخص اللي قدامك، ولكن بعد كده الثقه دي بتيجي بعد الفعل. بتلاقي نفسك بعد ما تقابل تعمل انترفيو مرة واثنين وثلاثة، بتلاقي المقابلة بعد كده بقت عادية. ودي بالنسبة عادة. انا اول فيديو ليا ما كنتش بعرف اتكلم قدام الكاميرا زي ما انت ما شايف كده، وكنت دايما بفضل ابص كده وكده وخايف من الكاميرا، ولكن دلوقتي انا الحمد لله اكتسبت، ولكن مش ثقة برضو اللي هي الهاي في قدام الكاميرا، ولكن الحمد لله على اللي انا فيه. وان شاء الله انا واثق من نفسي ان بعد كده هبقى بتكلم بثقة اكتر من كده قدام الكاميرا، وهبقى بتعامل مع الكاميرا كأني جمهور قاعد قدامي زي ما انت ما شايفني كده في الفيديو. وعلشان تكتسب الثقة النفسية ازاي ده، لازم تعمل فيدباك مع ناس صحابك وناس حواليك. لازم تعمل يعني زي نظام تتبادل المعلومات مع الناس اللي حواليك في كلية او في مدرسة او كده، ولازم تشوف نشاطات طلاب موجودين في الكلية او المدرسة اللي معاك. لازم تشوف الناس اللي حواليك وتعمل عملية فيدباك معاهم. لازم تتكلم معاهم وتحل مشاكل معاهم. الحاجات دي بتدي ثقة في النفس زيادة على اللزوم، عشان بعد كده اما تروح لشغل او اي حاجة بتلاقي عندك ثقة في النفس انك تتكلم مع الناس، ما يبقاش عندك رهاب اجتماعي. وكده احنا وصلنا لاخر الفيديو، ولكن عاوز افكرك بحاجة، ان البداية مش لحظة الان، ولكن البداية بتتاخد من قرار كل يوم. لازم كل يوم تاخد قرار في الشيء اللي انت هتعمله. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد مننا، وان شاء الله كل اسبوع هنعمل لكم فلوج يعجبكم، يعني يشجعكم على الحاجات اللي انتوا عاوزين تعملوها. سلام.